مش كل وجع ظهر يبقى غضروف أو نتيجة نومة غلط. لو الوجع بدأ معاك من سن صغير بيزيد بالليل أو وقت الراحة وبيتحسن مع الحركة، فممكن يكون السبب هو التهاب الفقار التيبسي. التهاب الفقار التيبسي وجعه مختلف عن أي وجع ظهر عادي، لأنه بيزيد جدا مع القعدة والراحة وبيرتاح بشكل ملحوظ مع المشي والحركة. وأكتر حاجة تميز المرض ده هي صعوبة الحركة في أول اليوم، وده بيحتاج مجهود بسيط في البداية لحد ما المفاصل تستعيد ليونتها الطبيعية. التشخيص المبكر بيعتمد على الفحص الإكلينيكي وأشعة الرنين، وهدفه الأساسي هو حماية الفقرات من أي التحام أو فقدان للمرونة. مع التطور الكبير في الأدوية المناعية نقدر نوقف نشاط الالتهاب تماماً ونحمي على العمود الفقري، ويرجع المريض يمارس حياته ورياضته من غير أي ألم. التشخيص الصح هو اللي بيحميك من التحام الفقرات. مستنيينكم في العيادة لتقييم الحالة ووضع خطة علاج مناسبة.